السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم كيك يومي ناجح 100%. من اول مره تجربوه غادي ينجح معكم اكيد. مكونات بسيطه دائما في متناول الجميع، كيجي خفيف، كيجي منتفخ جدا، وكنتمنى تجربوه. وغادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو. غنحتاجو 4 الحبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. غادي نوضعهم في واحد البول اللي غادي نخدم فيه هذا الكيك. غادي نضيف ليهم رشه ملح، وغادي نبدا نطرب بالضراب اليدوي. نتوما الا عندكم الكهربائي استعملوه، انا غير بغيت نخدم بيدي ما متوفر عندي نيت، ولكن قلت نخدم الكيك قدامكم بالطراب اليدوي، يعني كيجي ناجح. هنايا ضفت السكر، كأس ديال السكر سنيده العبار، كأس عنبه. غنضيف 2 الاكياس ديال سكر الفاني، ممكن تضيفوا غير كيس واحد، انا غير بغيت تكون يعني النكهه ديال الفاني مجهده في الكيك. وغادي نستمر كنطرب مزيان. هنا راه غير الفيديو متسرع، كنطرب المكونات. هنا ضفت كأس ديال الزيت، نفس الكأس اللي عبرت به السكر عبرت به الزيت. دائما الكأس ديال العنبه. وكنستمر في التحريك. هنا غنعاود نضيف كأس ديال الحليب، ممكن تعوضوه بياغورت باي نكهه كتبغيو، من الاحسن يكون نكهه الفاني. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. هنا نفس الكأس، هنا ضفت الكأس الاول من الدقيق، ودائما الدقيق من الاحسن يكون مغربل باش كينجح معنا الكيك وما كيكونوش تكونوا فيه تكتلات. كنستمر نخلط مزيان. وغنضيف الكأس الثاني. دائما الكميه تاع الدقيق على حسب الخليط اللي عندكم، على حسب الحجم ديال البيض. ما تشوفوش انا ضفت هذه الكميه صافي ديروا نفس الشيء. وهذا الكأس الثالث. كيف ما كنقول لكم كنشوفوا عيننا ميزاننا. حيت شحال حاجه كتلعب دور، كاين تاني الدقيق اللي كيشرب، كاين اللي ما كيشربش. غادي نستمر في التحريك مزيان حتى ينسجموا المكونات. وغادي نضيف 3 الاكياس ديال خميره الحلويات. حتى هما راه كنغربلهم. وغادي نحرك نخلط المكونات في واحد الاتجاه. غادي نضيف قطرات ديال الخل. هنا مفاتنا مع هذا الضراب تحليه. صافي غادي نستمر نحرك مزيان. وهنا غادي ناخذ واحد الكميه من الخليط، تقريبا نصف زلافه. كيف ما كتشوفوا نقصتها. غنضيف لها الكاكاو. هنا ضفت شويه ديال القهوه سريعه الذوبان باش ملي نضيف الكاكاو يعني ينسجموا وتخلط ليا دغيا مع الخليط ديال الكيك. صافي غادي نطربو مزيان حتى كيدخل بالطراب اليدوي كيف ما كتشوفوا. غادي نستمر نحرك مزيان حتى ينسجموا مزيان. وهنا خديت القالب ديال الكيك اللي غادي نستعمل، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. وغادي نوضع فيه الخليط ديال الكيك، وانا رافعه اليد ديالي الفوق باش كيدخل الهواء في وسط
الخليط كينجح معنا الكيك. من بعد ما صبيت الخليط ديالي الاول الابيض كنعاود نصب في الوسط هذا ديال الشوكولا كيف ما كتشوفوا. راه الطريقه واضحه في الفيديو. صافي غادي نستمر نقادو يكون مقاد في الوسط. راه الكيك ما كيجيش ثقيل بزاف الخليط وما كيكونش تاني جاري بزاف، حيت شحال واحد كيقول كيتفش ليا الكيك يعني كيكون مقلل الدقيق، كيتنفخ حتى كيتنفخ وملي كيخرجو كيتفش. هذاك الشيء راه الاسباب ديالو هو في الدقيق، الكميه ديال الدقيق. هنا خديت هذا السكين وغادي نبدا ندير هاد الحركات هكذا. طريقه سهله صافي. وغادي ندخل غادي نزينو عفوا في الاول برقائق اللوز. ممكن تزينوه كيف ما بغيتو اولا تخلوه يعني سامبل. صافي غادي ندخلو الفرن حتى كيطيب كينتفخ الكيك ديالنا وكيتحمر. وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالو النهائي. من بعد ما كيطيب كيجي كيك ناجح منتفخ، كيجي لذيذ ويعني ساهل في التحضير. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم ديال الكيك، راه كيجي ناجح ساهل في التحضير. واللي جربت الوصفه تخلي لي تعليق او ترسلها لي في الانستغرام الوصفه ديال الكيك. شاركوا معايا الاراء ديالكم وكنتمنى الفيديو يعجبكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كيف ما كتشوفوا راه كيجي منتفخ، كيجي لذيذ، ما تشبعوش منه. كيك يومي كيجي ناجح 100%. صافي هذا هو نهاية الفيديو. هنا في الفيديو ما قطعتش الكيك قدامكم لانني كنت مصاوباه، كانوا جاي عندي شي ناس. صافي غادي تشوفوا في الاخر الفيديو الصور ديالو من الداخل كيف كيجي. ونتلاقاو فيديو اخر. في امان الله ورعايته.